ها نحن الآن في شجرة الغريب. هذا الجزء الذي راح منها طبعا كان في هنا فوق فتحة، كان أيام الأمطار ينزل مي دخلت هذه الفتحة. شوفوا كيف قد خفر أو قد استاكل، يعني نتيجة المي قد معفن. شوفوا ها كيف معفن. ها اوه اخضر اخضر اخضر. شوف يمتز مي. ها شوفوا المي يمتز فيه رطوبة. ايوه رطوبة قوية فيه بقى. هذا الحفرة اللي تحت اللي شقق حقها نتيجة رطوبة. كان يدخل المي باستمرار من فوق من الفتحة هذه القديم، كان في فتحة فوق قديم كان ينزل من المي نتيجة مي الأمطار، ينزل يترسب أكل هذا المكان كامل وانشقت هذه لحاله. شوفوا أمامكم. طبعا حضرت القنوات الإعلامية هنا الآن يغطين هذا الحدث، كون هذا الحدث عظيم، سقوط هذه الشجرة أحد المعالم الأثرية المفروض تعز من أضخم الشجر بالعالم. شوفوا المناطق التي سقطت فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شجرة الغريب من الأشجار النادرة في العالم، ولذلك أطلق عليها اسم شجرة الغريب. اليوم تفاجأ الجميع بسقوط جزء كبير من هذه الشجرة الذي تعد معلم تاريخي يأتي إليه الزوار من أنحاء الجمهورية اليمنية ومن كل المديريات في محافظة تعز. هذا الجزء الذي سقط اليوم، وأيضا فيها فتحة. شوفوا هذا المكان المفتوح الذي في منتصف هذه الشجرة، عمرها ما بين 1500 إلى 2000 سنة تقريبا على حسب الروايات. المحيط اللي هو الجذع حقها 53 متر، ارتفاعها 14 متر، ضلوعها تتفرع لتغطي مساحة 10 أمتار في جميع الاتجاهات. الجميع متفاجئ بسقوط هذا الجزء الكبير من هذه الشجرة الذي تعد من الأشجار النادرة والأطول عمرا في العالم.